نعم، هناك علامة على بر الحج تظهر بعد الحج، وقد دل عليها قول الله سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة. وهو ما يقول عنه العلماء أن الحسنة تنادي أختها وتدعو أختها. فمن علامات بر الحج وقبوله أن تحسن حال المرء بعد الحج، فإن كانت سيئة قبل الحج تكون بعده حسنة، وإن كانت حسنة تكون بعده أحسن. فهذا من علامات القبول بإذن الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان المرء والعياذ بالله مقيما على المعاصي غير تائب منها ومستمرا عليها حتى في حجه، وهكذا أيضا بعد حجه، هذا ليس من علامات التوفيق. علامات التوفيق أن يخبت العبد إلى الله، أن ينيب، أن يجاهد نفسه على الإنابة إلى الله، أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، يحرص على أن يخرج من هذا الحج طاهرا نقيا كيوم ولدته أمه. ولهذا قال العلماء: من كان في قرارة نفسه أثناء الحج عازما على البقاء على بعض الذنوب التي هو عليها والمعاصي التي هو عليها، حتى وإن لم يفعلها في الحج، حتى وإن تركها في الحج، يعد هذا من الفسوق. قال: فلا رفث ولا فسوق، حتى وإن لم يفعل، مجرد أنه عازم على أنه باقي عليها، لكن فقط في الحج ما يفعله وهو عازم على أنه باقي عليها ومستمر، هذا من الفسوق. لأن لابد من عزم، هذه التوبة الصحيحة لابد من عزم على ألا يعود إلى الذنب. لكن إن كان عازما على العودة للذنب حتى وإن لم يفعله في الحج، هذا من الفسوق، هذا من الفسوق، وهذا من عدم النصح، من عدم النصح في التوبة. توبوا إلى الله توبة نصوحة. التوبة النصوح هي التي يقلع فيها المرء عن الذنب ويندم على فعله ويعزم ألا يعود إليه. نعم.